تعالى اقول لكم يا بنات ازاي تعتنوا برجلكم على دخول الشتاء وتكون ورديه وطريه كده وفيها ترطيب وبتلمع. بصوا ده روتين اسبوعي هنعمله. انا هنا جبت معلقه من البن ومعلقه من البيكنج باودر ومعلقه من النشا، وبدات امزجهم كويس جدا، يا اما تمزجيهم بالميه يا اما بميه الورد. هتبقى ابدا كده ادهن الرجلين كويس مع التدليك بحركات دائريه علشان استفيد من الخليط ده. بعد كده بلبس كيس نايلون. الكيس ده هيخلي المسام تتفتح وكمان الرجل تستفيد بالمكونات اللي انا حطاها عليها دي. هسيبه كده لمدة مثلا نص ساعة او ربع ساعة. بعد كده بشيل الكيس، وطبعا بشطف الرجلين وبرطبها. اهم مرطب او احسن مرطب يا اما تجيبي كرباميد او الفازلين الطبي العادي اللي احنا عارفينه. بجد من الحاجات الجميلة اللي هتخلي رجلك وردية على طول، وكمان ناعمة زي البيبي بالظبط. تعالى اقول لكم يا بنات ازاي تعتنوا برجلكم على دخول الشتاء وتكون ورديه وطريه كده وفيها ترطيب وبتلمع. بصوا ده روتين اسبوعي هنعمله. انا هنا جبت معلقه من البن ومعلقه من البيكنج باودر ومعلقه من النشا، وبدات امزجهم كويس جدا، يا اما تمزجيهم بالميه يا اما بميه الورد. هتبقى ابدا كده ادهن الرجلين كويس مع التدليك بحركات دائريه علشان استفيد من الخليط ده. بعد كده بلبس كيس نايلون. الكيس ده هيخلي المسام تتفتح وكمان الرجل تستفيد بالمكونات اللي انا حطاها عليها دي. هسيبه كده لمدة مثلا نص ساعة او ربع ساعة. بعد كده بشيل الكيس، وطبعا بشطف الرجلين وبرطبها. اهم مرطب او احسن مرطب يا اما تجيبي كرباميد او الفازلين الطبي العادي اللي احنا عارفينه. بجد من الحاجات الجميلة اللي هتخلي رجلك وردية على طول، وكمان ناعمة زي البيبي بالظبط.